اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بصوا العظمه اللي انا عملتها ديت جميله في منتهى الجمال. بس جميله قوي، الفرخه مش دايبه خالص، يعني مش ماسكه نفسها نهائي. طبعا مع الخضار السوتيه طبعا، والفريك في منتهى الجمال. طبعا صحبات بقى الدايت بقى هيحبوها جدا. وبالنسبه للعرايس برضو سهله جدا وبأقل تكلفه، مش مكلفه خالص. بس ولا جمال بقى الفريك. يلا بينا بقى على المقادير. طبعا اهوت فرخة كيلو ونص، يعني ما تزيدش عن كده يعني. جيب طبق كده فاضي، بصلتين كده اخد المية بتاعتهم. طبعا طماطميتين البشرة بتاعتهم برضو. كوباية زبادي. طبعا بقى معلقتين صلصة او كيس صلصة بس على حسب رغبتك انتي. معلقتين هرسة شطة، ده اختياري يعني مش اجباري. طبعا بقى البهارات بقى فلفل اسمر، نص معلقة كركم، كمون، واحدة ماجي، توابل الفراخ، بابريكا، على حسب انتوا مثلا. والحقيقة بقى انتوا هتدوقوها طبعا وتشوفوها هي ناقصة ايه. بس طبعا التوابل دي طبعا اي توابل عندك في البيت حلوة قوي عليها طبعا. ومعلقتين زيت او 3 معالي. طبعا بقى والخل بقى طبعا، ده كل دي نكهات بتديها نكهة عالية جدا. طبعا بقى معاكي المضرب اللي هو السلك دوت، تفضلي بقى لحد ما الزبادي يختفي منها. بس بجد يعني تحفة جدا. والفرخه هي بتقول للفرارجي ان هو يعملها لك من جوه كده، يخليلك الجلد كده عشان تشربي الفرخه كلها منها. بس لازم تشبعيها خالص يعني بجد، عشان خاطر تبقى حقيقة كده وتبقى طعمها تحفه كلها يعني. ودي برضو ممكن يعني لو قبليها ب3 ساعات تبقى احسن وافضل، عشان التتبيله تشرب منها. طبعا اخدت نص التتبيله اهيت، هقول لكم هعمل بيها ايه. والنص التاني برضه عشان خاطر الخضار السوتيه اهوت. طبعا الخضار السوتيه دوت بقى جماله يا جماله جدا. طبعا صحابات الدايت بقى يحبوه جدا. طبعا معلقه زعتر، ده اختياري برضو. وافضل اقلب اشرب برضو منها التتبيله. خطيره بصراحه جدا، تحفه قوي. طبعا مقادير الفريك اهوت: كوبايه ونص فريك، فلفل الوان اخضر واحمر، جزره مبشوره، بصلتين صغننين، طبعا كبد وقوانص، والتوابل اللي هي ملح وكركم وبابريكا، وواحده ماجي. طبعا البصلتين اهمت يتشوحوا كده. نزلت بالكبد وقوانص اهوت عشان ياخدوا برضو تشويحه مع البصل، طبعا مع التوابل عشان ياخدوا برضو تشويحه مع بعضيهم كده. هنزل طبعا بمجموعه الفلفل الالوان ديت، الاخضر والاصفر والاحمر. بس شكلها تحفه ازاي، بص جميله جدا. طبعا هنزل بقى بالفريك في منتهى الجمال، منتهى الجمال. بصي مع التقليب طبعا انتي. هنزل بقى بالاخر حاجه الجزره المبشوره ديت. طبعا الفريك احنا بنسويه نص تسويه يعني كده، مش سوا كامل. طبعا اديته نص كوبايه ميه بس، وهيكمل سواه في الفرخه. طبعا اهوت بعد ما خلص اهوت. طبعا هحطه بقى في الفرخه من كل الاتجاهات بتاعتها، من جوه ومن تحت الجلد والزور برضو. بصي جميل جدا في منتهى الجمال والله العظيم، طريقه تحفه قوي، مش هتبطلي تعمليها فعلا جدا، ومغذيه جدا للاطفال كمان. طبعا والخضار السوتيه طبعا وجماله حاجه حلوه قوي بصراحه. وتنفع طبعا في العزايم. بصراحه مش هتبطلي تعمليها خالص. بصي بقى انا بحطها من تحت الجلد اهوت. بشر لازم بحطها من جميع الفرخه كلها. هو الفرارجي انت بتخليه يخليلك الجلد من تحت عشان خاطر تقدري تدخلي فيه الحشو. طبعا انا جبت قمع كده عشان خاطر اقدر ان انا احشي الزور بتاعه. حطيت كده فيه فريك اهوت، القمع اهو. وطبعا معلقه صغننه عندك، مش هنقف على حاجه اهي، معلقه صغننه اهيت، او تفضلي تدخلي كده عشان خاطر ما توقفيش على حاجه. بس طبعا بعد ما حشيت الذره اهوت في منتهى الجمال اللهم بارك. طبعا لازم يعني اضم الوركين على بعض عشان خاطر تعرفي تسويها كويس اهي. بصي اهو، جبت خيط كده بحاجه بسيطه جدا، اضمهم كده في قلب بعض اهو. طبعا بايركس عادي جدا. شويه بصلتين مقطعين جوليان كده.
عشان تحطي عليه الفرخه، عشان ده بصي هيبقى طعمه تحفه جدا. طبعا مع الخضار السوتيه، طبعا التتبيله هتشرب منها البصل والخضار السوتيه، حاجه كده بجد عظمه. اهيت طبعا بعد ما رصيت الخضار السوتيه، طبعا احط عليها الفرخه اهيت. طبعا عندي فلفل ده اختياري برضو، قطعت كده كام قرن كده، حطيتهم كده حوالين برضو مع الخضار السوتيه والفرخه، زي تطعيمه كده، وانت براحتك مثلا مش عايزه خلاص. بس ده اختياري. يبقى هي بقى بصي اللي انا بقيت التتبيله اهو، لازم اوزع عليها الفرخه عشان تديني كده لون كده وحمار كده. بتقولي كليني كده نيه بجد. اللهم بارك. اهي طبعا ورق فويل عندك طبعا، مش مكلفه خالص. لازم تلفيها كلها عشان خاطر ما تتحرقش كلها في الفرن، يعني لازم تاخد مثلا كده سوا، وبعد ما تاخد السوا بتاعها انت بتشيلي الورق الفويل عشان تاخد وش بقى، اللي هو اللون الاحمر اللي هو الجميل ده. طبعا انا هدخلها الفرن دلوقتي وهوريكم يا حبايبي. اهي بصوا طلعت، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بس اللهم بارك بجد تحفه جدا، تحفه تحفه تحفه. بس هي اصلا والله اكبر جميله جدا في منتهى الجمال. والخضار بقى سودة ده بقى، ده شارب من الفرخه مع التتبيله. بس اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. بس هي دايبه اصلا، دايبه يعني، هي الورك دايب خالص. بس اللهم بارك. الخضار بقى بطاطس بقى وكوسه، يعني حاجات مغذيه جدا. اللهم بارك. والجزر طبعا. وبراحتك انت عايزه اي حاجه تحطيها، اي خضار انت نفسك فيه عايزه تحطيه في قلب الفرخه ما فيش مشكله، هيبقى طعم جدا وتحفه قوي. طبعا خدنا اهو شويه الفريك بقى، بص عظمه. يلا يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد.